يا اختي ولا نشا ولا بتاع ده، احنا كنا بنجيبها ونجيب تراب من اللي هو بتاع الارض، او التراب اللي بيبقى عند الفلاحين ده، ونرش شويه كده في الطشت، ونقوم ايه حاطين البطاطس ورشين فوقها شويه تراب. قلت لها والله يا ماما انا شفت الطريقه دي فايه هجربها وكده، ولو عجبتني ابقى اخزن بيها، ومره تانية نبقى نعمل حوار التراب ده. التراب بقى عايز الطشت الكبير وكده، وانا بصراحه يعني هياخد مكان، انما الكرتونه ملمومه، اللي هي فاهميني مش هتاخد مكان، لو حطيتها في اي حته كده مش هتاخد مكان. فانا فضلت اعمل الطريقه دي المره دي على ما اشوف هتنجح معايا ولا مش هتنجح. بس كل اللي عاملينها قالوا ان هي كويسه وبتنجح، فانا هجربها وان شاء الله تبقى حلوه. بصوا كده خلصت كل الكميه اللي معايا اللهم بارك، وفاض معايا شويه نشا بالشطه، قمت رميهم على الوش. يلا يا ولاد، اللي يعيش ياما يتعلم. وهتقفلي بقى الكرتونه حلو، وهتعينيها الكرتونه تبقى مقفوله معاكي حلو، وما تمليهاش للاخر علشان تعرفي تقفلي الكرتونه وكده. هلزقها بقى بسلوتيب علشان اجمدها ما تتفكش ولا تتقطع ولا كده. ودي البطاطس اللي انا نقطتها اللي بقول لكم عليها، شايفين؟ اللي هي بيبقى هي حلوه سبونطه وكل حاجه، بس دي كانت قشرتها متشاله من عليها. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.